مرحبا جميعا، وياكم كيرا، ورجعت لكم فيديو جديد. قبل لا نبدأ بهذا الفيديو أدعوكم حتى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات حتى توصلكم التحديثات أول بأول. اليوم عندنا نسخة تيك توك كيرا أو كيرا توك بالإصدار الجديد، فالإضافات الجديدة مثل ما موضحة قدامكم، فتابعوا الشرح للنهاية وخلوا لايك للمقطع، ويلا نبلش بالشرح. أول شي تسوونه إذا واجهتوا مشكلة بتسجيل الدخول، تدخلون على تطبيق الملحق وتسوون فرض المنطقة وتغيرون المنطقة الخاصة بكم إلى الدولة اللي انتوا بيها حاليا حتى تنحل وياكم مشكلة تسجيل الدخول. الآن نفتح التيك توك، نعطي جميع الإذونات المطلوبة وراح يفتح ويانا التطبيق بدون أي مشكلة. الآن نتوجه إلى صفحة تسجيل الدخول ونسجل دخول بالحساب الشخصي مالتنا. الآن بعد ما سجلنا دخول نتوجه إلى الصفحة الرئيسية، وعند الضغط المطول على أي فيديو راح تشوفون عندي هذه المميزات الجديدة اللي هي إمكانية تنزيل جميع الفيديوهات حتى لو الشخص الناشر الفيديو قافل التنزيل راح تقدرون تحملون الفيديو. كذلك ميزة الشاشة الخالية والتمرير التلقائي، كذلك ترجمة الفيديوهات، كذلك إمكانية عرض صورة داخل صورة، وأيضا ميزة تشغيل الفيديو ويكون الصوت ظاهر عندي بالخلفية. الآن لو توجهنا إلى شريط أو شاشة المحادثة راح تشوفون شاشة المحادثة عندي بهذا الشكل، راح تكون جميع المميزات موجودة عندي، وأقدر أستعمل الفقاعات الجديدة الخاصة بالدردشة لأي نمط أو ستايل أني أريده. أما لو أجيت أجرب الخط راح تشوفون إن الخط راح يكون عندي خط آيفون. أما لو أجينا نكتب أي إيموجي على سبيل المثال هاي الإيموجيات راح تشوفون إن الإيموجيات عندي مو إيموجي آيفون. الآن نتوجه إلى شرح تغيير الإيموجي، وأيضا نشرح تطبيق الملحق. هذا التطبيق تقدرون تستغنون عنه بعد تفعيل الخيارات اللي أنتم تريدونها، يعني تقدرون تسووا له إلغاء التثبيت. أول شي مثل ما قلنا اللي هو خيار فرض المنطقة أو تغيير المحتوى الخاص بالمشاهدة، تقدرون تغيرون لأي دولة أنتم تريدونها. أما بالنسبة لبقية الإعدادات، إزالة العلامة المائية من جميع أشكال الوسائط داخل التطبيق. أما بالنسبة لوضع الشبح اللي هو إخفاء سجل المشاهدة وإخفاء الظهور كمتصل داخل التطبيق، أيضا نقدر نحمل الفيديو بدون صوت عند تفعيل هذا الاختيار. وبقية الإعدادات مثل ما موضحة قدامكم تقدرون تفعلونها وتطفونها بالإعدادات والخيارات اللي أنتم تريدونها. لو توجهنا إلى هاي الخيارات اللي هي خط الواجهة وتفعيل إيموجي الآيفون، لو أريد أغير الخط الخاص بالتطبيق إلى أي خط أنا أريده، على سبيل المثال هذا الخط، أضغط عليه، بعدها أطلع من التيك توك وأضغط تشغيل، وراح تشوفون إنه الخط يتغير وياي مباشرة مثل ما موضحة قدامكم، راح يتغير الخط. أما بالنسبة لإيموجي الآيفون نضغط عليه تفعيل، وأيضا نطلع من التطبيق ونسوي له تشغيل، وراح يتغير عندي الإيموجي مباشرة مثل ما موضح قدامكم بهذا الشكل. لو اجينا نرسل أي إيموجي بأي مكان راح يكون عندي إيموجي آيفون. أما لو توجهنا إلى خيار النشر وجينا نجرب الإيموجي هذا الشكل، نختار أي صورة على سبيل المثال هاي الصورة، نضغط التالي وجينا نكتب بإيموجي الآيفون، راح تشوفون إنه الإيموجيات عندي كل الإيموجيات راح تكون مدعومة، ومجرد أضغط تم راح تشوفون إنه الإيموجيات تتغير وياي. أما بالنسبة لبقية الإعدادات مثل ما موضحة قدامكم جميع الإعدادات شغالة وما راح تواجهون بيها أي مشكلة، لكن كما قلت لكم تخرجون من التيك توك وتفعلون الإضافات اللي تريدونها وتضغطون تشغيل حتى تطبق هاي الإضافات اللي أنتم فعلتوها. بعد تطبيق الإضافات تقدرون تستغنون عن تطبيق الملحق، تسووا له إلغاء التثبيت، وتبقى الإضافات اللي أنتم فعلتوها مشتغلة وياكم وما راح تواجهون أي مشكلة. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الشرح. إذا عجبتكم النسخة لا تنسون تعطوني رأيكم بالتعليقات وتخلون لايك للمقطع، وسلام.